مساء الورود. اسمي بيطة من كشافة الكنيسة، الكتيبة رقم 41، الفرقة رقم 10. حضرتك مش محتاج أي مساعدة النهاردة؟ لا. أنا مثلا ممكن أساعدك تعدي الطريق. لا. طب أساعدك تعدي الرصيف. لا. ما أنا لازم أساعدك تعدي حاجة. يا ابني انا مش محتاج مساعدة. شايف دول الأوسمة بتاعتي من الكشافة، مش ناقصهم ولا واحد غير وسام واحد بس، وسام مساعدة المسنين، ولو أخدته هكون مغامر أول. فهمت. يعني انت بقى جاي علشان تساعدني، وبكده تقدر تاخد الوسام. صح، ومش بس كده، ايه تاني يا سيدي؟ مطلوب مني أتكلم عن صفات وسمات الكنيسة، وأستاذ مينا قال لي أجيلك يا جدو. طيب ماشي يا سيدي، امرنا لله. تعالى وانا هعرفك ايه هي سمات الكنيسة. طبعا انت عارف ان كنيستنا كنيسة ارثوذكسية. إيه بتقول إيه؟ ياه، شكلك كده هتتعبني معاك. بقولك ايه، تعال هسمعك حاجة. أكثر من 1000 سنة مريم مرقس بأرضنا، سلمنا وعلمنا اللي استلموا من ربنا. أفكار على مر السنين كنيستي ليها تاريخ عظيم. أفكار على مر السنين كنيستي ليها تاريخ عظيم. 118 بطرك قعدوا على كرسي مريم مرقس، كل بطرك لينا يسلم نفس التعليم المقدس. أثبت واحفظ التعليم كنيستي تعليمها سليم. أثبت واحفظ التعليم كنيستي تعليمها سليم. الكنيسة القبطية صخرة صلبة وقوية، كل أفكارها نقية، اسمها أرثوذكسية. مش هلف شمال ويمين كنيستي فكرة مستقيم. مش هلف شمال ويمين كنيستي فكرة مستقيم. أنا كده فهمت يعني إيه كلمة كنيسة أرثوذكسية. يعني كنيسة حافظت على الإيمان اللي استلمته من الآباء الرسل. والدليل ان الكنيسة ما حودتش يمين ولا شمال، انها كانت دايما بتصد كل فكر غريب يحاول انه يغير ايماننا. إزاي يعني؟ تعالى يا سيدي وانا هوريك. شكرا ليك يا سيدنا على بركة الشموسية اللي قداستك اديتها لي. انت يا اثناسيوس ايمانك قوي وتعليمك سليم، عشان كده انا هعينك السكرتير بتاعي. بجد يا سيدنا، دي بركة كبيرة قوي ليا. بس اهم حاجة تثبت في الايمان المستقيم وتحفظ تعاليم الكنيسة والانجيل. صلواتك ليا دايما يا سيدنا تثبتني وتسندني. ربنا يسندك يا ابني. مالك يا سيدنا؟ فاكر اريوس اللي كان بيعلم تعاليم غلط من ايام البابا بطرس، البابا ال17؟ وقتها البابا بطرس وقفه. بعدها راح اريوس اعتذر للبابا ارشلاوس البابا ال18، وقبله ورجعه تاني. ايوه يا سيدنا، انا عرفت بالموضوع ده. اريوس رجع تاني يقول تعاليمه الغلط اللي كان عمال يقولها وينشرها بين الناس. وطبعا ما سكتش على تعاليمه دي وواجهته، ولسه مستمر في البدعة بتاعته بيعلمها للناس. انا سمعت يا سيدنا ان بيقول ان السيد المسيح مش هو الله، وانه حاطط التعاليم بتاعته الغلط في الترانيم عشان الناس تحفظها بسهولة. يا خسارة، في ناس صدقته ومشيت وراه. اريوس بقى خطر جدا على الكنيسة. احنا لازم نصد كل تعليم
معلمنا بولس الرسول قال في رسالته لأهل تسالونيكي: فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. احنا لازم نفضل متمسكين بكل التعليم اللي سلموها لنا لينا أبائنا، ونصد أي تعليم غريب عنها. تمام يا أثناسيوس، تعاليم الكنيسة والإيمان المستقيم لازم نحافظ عليهم مهما كانت الظروف. الإيمان لازم يفضل ثابت، وزي ما استلمناه من اللي قبلنا هنسلمه للي بعدنا بدون أي تحريف أو تغيير، عشان المسيح لما يجي على السحاب ياخد كنيسته يلاقيها جميلة زي ما سلمها لنا. فعلا يا سيدنا، علشان كده لازم نلاقي حل نوقف بيه بدعة أريوس، ونعرف كل شعب الكنيسة ونحفظهم التعليم والإيمان السليم. أنا عاوز أبعت رسالة للملك قسطنطين أطلب منه عقد مجمع مسكوني عشان نناقش فيه بدعة أريوس. جهز نفسك يا أثناسيوس، لأني هاخدك معايا المجمع ده. حاضر يا سيدنا، هجهز كل الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ترد على الأفكار الغلط بتاعت أريوس، وكمان تفاسير الآباء للآيات دي، لأن أريوس بيفسر الآيات دي بفهمه مش بفهم الكنيسة. صح كلامك يا أثناسيوس. ودلوقتي تعالى نكتب الرسالة اللي هنبعتها للملك قسطنطين. حاضر يا سيدنا. المجمع المسكوني الأول المنعقد في نقيا بقيادة الملك قسطنطين. أخيرا جات لك الفرصة يا أريوس تنشر كل أفكارك لكل الناس، ده كمان في مجمع مسكوني مخصوص يناقش أفكاري. سيد الكاهن سيد الكاهن، إيه مالك في إيه؟ الحق الحق، البابا اكسندوس جه وجايب معاه أثناسيوس. إيه؟ أثناسيوس؟ ده إيه اللي جابه هنا ده؟ هو هيفضل كده ورايا؟ باسمي أنا الملك قسطنطين أعلن بدء انعقاد مجمع نقيا، المجمع المسكوني الأول المنعقد بمدينة نقيا عام 325 ميلاديا، وذلك بقيادة الأنبا أوسيوس أسقف قرطبة، وبحضور 318 عضو مشاركين بالمجمع لمناقشة بعض الأمور الكنسية، ومنها أفكار الكاهن أريوس. اتفضلوا ابدأوا. يا أريوس، انت بتقول ان السيد المسيح مش هو الله؟ أيوة فعلا، وكلامي ده مظبوط. كلامك ده غلط. السيد المسيح هو الله. نبوات العهد القديم كانت بتتنبأ إن الله هياخد جسدنا ويجي يعيش معانا على الأرض، والملاك لما ظهر العذراء قال لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. والسيد المسيح نفسه قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 آية 9: الذي رآني فقد رأى الآب. كمان قال: أنا في الآب والآب فيا، يوحنا 14 آية 10. وقال كمان في يوحنا 10 آية 30: أنا والآب واحد. ده كله بيأكد وبيثبت إن المسيح هو الله. يا سلام على جمال إيماننا الثابت السليم وكنيستنا الأرثوذكسية الجميلة. كنيستنا كمان كنيسة رسولية. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الكنيسة مبنية على إيد الرسل اللي عرفونا عن ربنا الحلو وبصلوا لنا الإيمان. والرسل دول بقى زي مين؟ تعال بينا نسمع كده. بطرس وبولس عمدانك
دم ماري مرقص على بابك، بطرس وبولس عمدانك، دم ماري مرقص على بابك، مليون شهيد روى ترابك، نبتوا رهبان في بستانك، أرواحهم هيمان في أبراجك. بقولك شهود حمام وأسود تاهوا في الجبال عاشوا للخلود، وتبدأ الحكاية في البدء كان من أول الجدود لآخر العهود، لآخر العهود. بقولك شهود حمام وأسود تاهوا في الجبال عاشوا للخلود، وتبدأ الحكاية في البدء كان من أول الجدود لآخر العهود، لآخر العهود. بقولك شهود حمام وأسود تاهوا في الجبال عاشوا للخلود، وتبدأ الحكاية في البدء كان من أول الجدود لآخر العهود، لآخر العهود. يا سلام يا كنيستي يا رسولية. كنيستنا كمان كنيسة واحدة. يا جدو، قصدك ان احنا اعضاء كتير اوي في الكنيسة، والاعضاء دي كلها متجمعة في جسد واحد، واللي مجمعها هو ربنا يسوع. ولو عضو واحد بس فرح، الكنيسة كلها بتفرح معاه. جمعتينا أعضاء في جسده جعلتينا، وجوا حضنك صمتينا، دلنا التبني بفديكي يا كنيسة. يا جمعتينا أعضاء في جسده جعلتينا، وجوا حضنك صمتينا، دلنا برافو عليك. تعال اوريك ازاي لو عضو تعب الكنيسة كلها بتزعل عشانه وتصليله. بعد كده كتير هيرودس قبض على بطرس وعاوز يقتله كمان. احنا ممكن ندفع لهم فلوس مهما كان التمن. انت لو بعت بيتك كله مش هيجيب حاجه، دول عايزين يخلصوا من بطرس باي شكل. طب خلاص يبقى نصلي، وربنا اكيد هيستجيب لصلاتنا ويرشدنا. طب انا عندي فكره. قول يا ويكي. انا ممكن اروح له من غير ما حد يشوفني واساله لو محتاج حاجه. ياه يا ريت، بس دي ابواب السجن كلها مستحيل حد يعدي منها، ولو عدى من بوابه مش هيعدي من التانية ولا التالتة ولا حتى من الحراس اللي واقفين على كل بوابه. يعني مفيش حل؟ طب خلوني اعمل محاوله. ماشي يا ويكي، هنجرب الحل بتاعك. ويكي خد بالك من نفسك. ما تخافوش. بطرس، يا بطرس، ده نايم ده ولا ايه؟ انت كمان جايلك نفس تنام؟ علي صوته شويه يمكن يسمع. يا بطرس، يا بطرس. لا انا كده هروح في داهيه، هروح في داهيه، ومصيري اتربط زي بطرس كده بالظبط. ايه اللي انا شايفه ده؟ ده ملاك؟ بطرس، بطرس. ها؟ مين؟ ده فعلا ملاك. قوم يا بطرس وتعالى معايا. بس هو واخد بطرس ورايح على فين؟ بطرس، بطرس، انت خرجت كده ازاي؟ تكونش شبح؟ ويكي، انت اللي جيت هنا ازاي؟ انا اللي بسألك دلوقتي، انت ازاي خرجت من اعصار السجن؟ هحكي لك
بس تعالى الأول نفرح إخواتنا، ده زمانهم قلقانين جدا. ده مين اللي بيخبط بالليل كده؟ دول باين عليهم يهود وجايين يقبضوا علينا. ده أنا يا إخواتي، افتحوا. ايه ده؟ ده صوت بطرس. معقولة؟ الحقوا، ده باين عليه صوت بطرس. صدقوني صدقوني هو صوت بطرس. ازاي يعني؟ ده اكيد بتهيألك. بطرس، تعالوا تعالوا شوفوا بطرس. مش ممكن، بطرس؟ ازاي ده حصل؟ إخواتي صلواتكم وطلباتكم سمعها ربنا يسوع، وبعت لي ملاك في السجن وفك قيودي وخرجني بره. مش قلت لكم سيبوني هحاول؟ اديني خرجته لكم اهو. اقصد الملاك خرجه. ياه، حقيقي كنيستنا دي كنيسة واحدة. كنيستنا كمان كنيسة مقدسة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعال بينا نسمع كده. اللي معادك هنا القداس شغال، انزل احنا القداس. لا يا ابونا، انا مش هتناول. الله يحلك، انزل اتناول. معلش يا ابونا، انا مش هقدر. انزل اتناول يا ابونا سيبني. قبل اسمع الكلام، انزل احنا القداس وتناول. وفعلا راح الشاب الكنيسة علشان يحضر القداس ويتناول، وبعد ما القداس خلص جه أب لابونا وقال له: يا ابونا، في شاب قاعد في الكنيسة من ساعة القداس ومش عايز يسيبها، تعالى كلمه قول له يروح. اتناولت؟ يا ابونا اتناولت. ما روحتش ليه؟ تبكي ليه؟ انا عمري في حياتي ما اتناولت. دي اول مرة في حياتي ادخل الكنيسة واتناول، ولما دخلت الكنيسة وحضرت القداس واتناولت حسيت اني مش عايز اطلع منها، واني بيضيت زي التلج، واني اتقدست. صحيح زي ما قال يعقوب الرسول: لأن أسرارها وتعاليمها تحفظ المؤمنين وتكللهم وتقدسهم. ياه على الكنيسة وسماتها. انا كده جاهز عشان اتكلم عن الكنيسة واخد الوسام. متشكر خالص يا جد.